السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مسا عليك يا دبابة. النهاردة أنا جاي أتكلم معاكم في موضوع يكاد يكون تقريبا أهم موضوع في اللعبة كلها، وهو اللي عليه تقريبا 70% من تقدم أي حد عمل تقدم في اللعبة دي. خلينا كده نفرنط الموضوع واحدة واحدة عشان نبقى فاهمين احنا اصلا ايه اللي بيجيبنا الجيم. ليه اي حد ممكن اصلا يخليه ان هو يتحرك من بيته ويجي يقرر ان هو يدفع اشتراك ويجي يتمرن؟ اكيد عشان يخلي جسمه احسن، يخلي شكل جسمه احسن. شكل الجسم ده بيرجع لعاملين: نسبة العضلات اللي في جسمك ونسبة الدهون اللي في جسمك. اي حد مفيش نقاش على ده. انت محتاج دهونك تبقى قليلة، عضلاتك تبقى اكتر، كده شكلك هيبقى احسن. فخلينا واحده واحده بقى نمسك الموضوع. ايه بقى اللي انا المفروض اعمله عشان اخلي عضلاتي تزيد وانا بتمرن ودهوني تبقى قليله؟ ولو هي قليله احافظ عليها قليله وازود بس الكتله العضليه. اول حاجه هنتكلم فيها احتياجك اليومي اصلا من السعرات الحراريه. هل اصلا لازم ان انا احسب احتياجي اليومي من السعرات الحراريه دي، ولا اكل وخلاص، اكل صحي وخلاص؟ لا، لازم تحسب ده. لازم تبقى عارف انت بتدخل رقم قد ايه، عشان الرقم اللي انت بتدخله من السعرات الحراريه ده بعد كده بيكمل معاك انك بتبقى عارف بتاخد قد ايه بروتين وقد ايه كربوهيدرات وقد ايه دهون صحيه. فلو من الاول انت مش عارف انت بتدخل رقم عامل ازاي، هتلاقي الموضوع كله معاك ماشي لخبطه. تعرف ازاي بقى انت سعراتك الحراريه اللي جسمك محتاجها في اليوم قد ايه؟ خلينا ابسط لك الموضوع، عشان هنا في حسابات كتير وفي اقاويل كتير، ولو انت فكرت بس تخش تدور هتلاقي 300 راي و300 كلمه. هبسط لك الموضوع خالص. عارفين الفحص بتاع الانبادي، جهاز الانبادي اللي احنا بنعمل عليه الفحص بتاع الدهون والعضلات؟ بص كده على الجنب اليمين بتاعه هتلاقي حاجه اسمها البي ام ار. ده البيزل ميتابوليك ريت بتاع جسمك. يعني ايه؟ يعني كميه السعرات الحراريه اللي جسمك محتاجها في وضع الثبات، في وضع النوم وانت نايم طول اليوم، بيطلع لك الرقم ده. احنا بنشوف بقى معدل النشاط البدني اللي انا بعمله على مدار اليوم قد ايه، وبضيف عليه المعدل ده. وليكن انا هعتبر الطبيعي ان شخص عنده دوام عادي كل يوم وبيجي يتمرن، المفروض الشخص ده بيضيف على نسبه البي ام ار ده اللي هو السعرات الحراريه بتاعته، بيضيف عليها تقريبا من 50 ل 70% على حسب هو بقى الهدف بتاعه ايه. فده هينقلنا لجزء تاني: انت جاي الجيم اصلا عايز تزيد ولا عايز تنزل الدهون؟ ان لازم تبقى انت فاهم انت بتعمل ايه، ما ينفعش تعمل الاثنين مع بعض لان جسمك هيتشتت. هينقلنا بقى لشق تاني: طب انا ظبطت السعرات الحراريه بتاعتي، عرفت انا باخد رقم معين، الرقم ده انا هقسمه ازاي؟ كام بروتين، كام كربوهيدرات، كام فات؟ واحده واحده نمسك الموضوع بالاهم اللي هو البروتين. ليه البروتين اهم؟ عشان ده المصدر الاساسي للتغذيه بتاعت عضلاتك. عضلاتك اصلا عباره عن بروتين. فكان جسمك محتاج قد ايه؟ هقول لك اللي كان بيتقال زمان وانت اكيد بتسمعه، هتلاقي دايما معظم الكتب بيقول لك خد من 1.2 لحد 2.2 من وزنك، وده كان كلام قديم واثبت ان هو خطا مع الابحاث الجديده. خليني بقى اقول لك اللي انت المفروض تعمله واللي انا بمشي عليه. انت محتاج تبقى عارف كتلتك العضليه كام وتضربها في رقم معين. طب اعرف كتلتي العضليه منين؟ من الانبادي اللي احنا لسه متكلمين عليه. هيطلع لك رقم تقريبي لكتلتك العضليه بالكيلو، تاخد الرقم ده تضربه في 5 أو 6 أو 7 على حسب مدى تقدمك انت في اللعبه. لو انت لسه مبتدئ اضرب في 5، لو انت بقالك فتره بتتمرن والدنيا حلوه وعضلاتك زايده اضرب في 6، لو انت متقدم جدا وعندك عضلات كتير اضرب في 7 عشان هتحتاج كميه بروتين اعلى شويه. تاني حاجه بقى الكربوهيدرات. اعرف منين انا محتاج قد ايه كربوهيدرات؟ فرق بس دايما بين حاجتين: النت كارب بتاع جسمك والاكل اللي انت بتاكله. عشان في ناس بتبقى فاكره انا باكل 300 جرام رز في اليوم انا كده باكل 300 جرام كارب. الموضوع مش كده. كل 100 جرام رز مثلا فيهم 27 جرام كارب، دي حاجه من الحاجات. فانت لازم تبقى فاهم انت بتدخل ايه قد ايه. وعلى فكره البروتين نفس الكلام، كميه البروتين اللي انت بتاخده وكميه الكربوهيدرات مالهاش علاقه بعدد الجرامات اللي انت بتاكلها. طب انا محتاج قد ايه كربوهيدرات في اليوم؟ دي بتبقى راجعه بقى اكتر انت عايز تعمل ايه. لو انت عايز تزيد في الوزن يبقى انت كميه البروتين اللي احنا لسه مطلعينها دي زود عليها 100 او 120 جرام كربوهيدرات كمان. يعني لو وليكن مثلا انت طلع لك محتاج في اليوم 150 جرام بروتين، يبقى احنا هنزود عليها كمان 100 يبقى 250 جرام كربوهيدرات لو انا عايز ازيد. طب لو انا مش عايز ازيد، انا عايز انزل في ميزاني او عايز انزل في الدهون اللي عندي، يبقى كميه الكربوهيدرات والبروتين يكونوا قريبين من بعض جدا، نفس الرقم تقريبا. كارب ممكن يبقى اعلى حاجات بسيطه
او ابطا حاجات بسيطه على حسب الهدف وعلى حسب انا فين دلوقتي مرحلتي. ثالث نقطه واخر حاجه الدهون. قد ايه جسمك محتاج دهون صحيه وهل هو اصلا محتاجها ولا لا؟ الجسم محتاج دهون صحيه عشان بتعمل عوامل كتير، منها ان هي بتخلي عندك هرمون التستوستيرون، هرمون الذكوره عندك دايما في البيك بتاعه، ودايما بيديك طاقه احسن، وبرده بتخليك دايما نشط وبتخلي مفاصلك مرتاح. فلازم تدخل دهون صحيه. الدهون الصحيه بتتدخل من كذا عنصر، من صفار البيض، السمك، زيت الزيتون، المكسرات، كل دي دهون صحيه فحاول تدخلها. والدهون الصحيه دايما بتخش في توتال الدايت بتاعك 20% بس من السعرات الحراريه بتاعتك بتبقى دهون صحيه. لك بقى الخلاصه من الاخر عشان لو تهت مني. دلوقتي انت طلعت رقم وهو السعرات الحراريه بتاعتك اللي جسمك محتاجها. خد الرقم ده، الستاندر بتاعنا تقريبا 40% من الرقم ده بيكون بروتين، 40% من الرقم ده بيكون كربوهيدرات، و20% الباقيين هم اللي بيكونوا دهون صحيه. ده الرقم الطبيعي. ممكن يزيد البروتين او يقل، يزيد الكربوهيدرات او يقل على حسب الهدف زي ما احنا قلنا، واحد بيزيد او واحد بينزل. بس كده، شكرا ليكم جدا. كان معاكم حسن رضوان.